اتمنعت من كل الاكل، ودي سلسله بجرب فيها تجارب قبل ما اموت. الحلقه الثانيه بكل بساطه انا ومنيه، والنهارده جربت اكون نباتيه، بس نباتيه متعصبه. بقيت فيجن، يعني ممنوع اكل لحمه، زبده، لبن وكل انواعه، بيض او عسل. العسل جاي من النحل فطبيعي مش هاكله. اي حاجه فيها روح ممنوع اكلها. مش عارفه ليه الموضوع ده بيستفز الناس، عشان كده قلت اجربه بنفسي. اول ما صحيت كنت تعبانه جدا ومصدعه وما لقيتش اكل يتاكل. فراخ فيجيتيريان نيجاتيف ده هي. جماعه لو جربتوا الموضوع ده ما تقولوش لاهلكم. ابتديت اليوم بحاجات ملهاش علاقه ببعض. فطاري كان خيار بالجوافه، طبخه جديده. انا اخترعت اكله هقعد اكل هنا نازل وانا ماشي. وغدايا كان طبق فول. القولون ساعتها اتفاجئ زيكم كده بالظبط. ماما قالت لي زين الفول عشان الناس تحب الفيديو واعملوا لايك عشان خاطر ماما. وده قبل الجيم، بس غلطت غلطه مبتدئين. ممنوع البس جلد، بس ان شاء الله جلد مش طبيعي، هي مضروبه. لازم قماش، لان الجلد من الحيوان. حاجه من الحاجات اللي ما تعرفوش ان حتى المكملات الغذائيه لازم تكون نباتيه. يعني مثلا الدواء ده نباتي معانا، وده معانا، وده علينا. بس كلام انت بقى. بطاطا عندنا في البيت، اللهم صل على النبي. جماعه مهما اكلت ما كنتش شبعانه، فشربت حاجه سخنه عشان انسى. تاني يوم اكتر حاجه ندمت عليها كانت اني رحت الجيم. جسمي ما عملش ريكفري عشان ما اكلتش حاجه حرفيا. اوبشن السلطه ما كانش له لازمه عشان ما فيش بروتين، فجبت بروتين بار. نفسي في حته لحمه، عاوز لحمه. ولقيت مشروم شوحته زي مرقص، بس ما عندناش ترافل في البيت، فاكلته بالعيش ده مكتوب عليه عن البروتين اي حاجه. بس جالي صداع نصفي وما اشتغلتش طول اليوم. في اليوم التاني صحيت كاني شخص مصاب، فقررت انزل اعمل شوبينج. جهزت الاوتفيت النباتي اهو، شنطه قماش وعليها ام كلثوم ملكوش حجه، وطرحه من لون النجيله. اجمل فلاحه رأتها عيني، قولوا ما شاء الله. وعشان حتى منتجات البشره لازم تكون نباتيه، فاستخدمت مرطب وليب اويل من جاست جيرل. بعيدا عن اللوشن اللي بيطري قسوه الايام مش الجلد بس، فهو نباتي، والليب اويل نباتي. مش هتكلم كتير، انا اكلت العلبه عشان ما كانش فيه لحمه. المهم نزلت ودخلت خدت الصدمه. لقيت مانجا كبانيه، مش فاهمه كبانيه ازاي يعني، حسنوا الاسماء. لقيت لبن الصويا واللوز، الحاجات اللي مش بفهمها ومش هشربها. نجم الليله معانا العدس. لقيت فراخ. بعدين فكرت نفسي انا مين؟ انا فلاحه، الحقوني. انا لقيت بديل اللحوم، اللحمه بس مش لحمه، اللحمه الكدابه كلها مصنعات وصويا. حاولت اقنع نفسي ان عسل النباتات ده نباتي، وده سناكس معمول من الحمص وفيه 10 جرام بروتين. جبت بروتين بار باللوز وكيس عدس وقضيه النهارده. ونجم الليله معانا الكشري. دي اكتر اكله منطقيه ومفهومه وسط العباسيات بتاعتي. خدتها وكلتها في الحديقه، وحاولت امنع نفسي ما اكلش من الزرع. لاحظت في التجربه دي اني جعانه طول الوقت ومفيش حاجه بتشبعني، بس كان عندي طاقه. جسمي مكسر طول الوقت بس نفسيتي كويسه. باكل حاجات اخف كانت بتشبعني نفسيا مش جسديا. بس انتهى اليوم اني نسيت مفتاح البيت وقعدت على السلم جعانه وتعبانه، بس نفسيتي كانت فراشه حرفيا. لو اتعلمت حاجه من التجربه دي هي ان الاكل اللي بناكله بيأثر على نفسيتنا، وان طلعت بستحمل اكتر ما كنت متخيله. ولو جربت التجربه دي حضر اكلك اللي هتاكله عشان ما تتعبوش زيي. فبكل بساطه النباتيين مش ناس وحشين، هم مختلفين عنك بس. وقبل ما تحكم عيش التجربه بنفسك.